رجل عبد الله سبحانه وتعالى 500 عام، وبالتالي ربي سبحانه وتعالى غادي يبغي يدخلو للنار. كيفاش هاد الشيء وعلاش الله سبحانه وتعالى غيبغي يدخل ديك العبد للنار؟ هاد الشيء كامل غادي نعرفوه في هذا الفيديو هذا. خليكم معايا باش نعرفوا اكثر. في بني اسرائيل واحد الراجل غادي يخصص نفسه لعباده الله سبحانه وتعالى، وغادي يمشي لواحد البلاصه بعيده، لواحد الكهف، باش ما تلاقيه حتى شي حاجه، لا دنيا لا مرأة لا اولاد لا حتى شي حاجه ما تلاهي على عباده الله سبحانه وتعالى. وغادي يطلب الله سبحانه وتعالى انه يحيد عليه ديك الهم ديال الدنيا، يعني ديك الهم ديال القوت ديالو من الدنيا. ربي سبحانه وتعالى غادي يستجب ليه هذا الدعاء هذا، وغادي يفجر ليه ديك الكهف ديالو ينبوع ديال الماء، وغادي ينبت ليه واحد الشجره مثمره. هذاك السيد غادي يبقى ياكل من ديك الشجره ويشرب من ديك الينبوع، وغادي يبقى يعبد الله سبحانه وتعالى 500 عام، فيها صيام فيها صلاه فيها ذكر فيها كل شيء بلا ما يمل ولا يتشكى. وكان بعض المرات كيقوم الليل مع النهار. غدوز هاد السنوات هادي، غادي يموت ديك السيد، غادي يبعثوا الله سبحانه وتعالى. هنا ربي سبحانه وتعالى غادي يقول للملائكه: خذوا عبدي الى الجنه برحمتي. هنا ديك العبد غادي يستوقف الملائكه، وغادي يقول الله سبحانه وتعالى: يا ربي انا عبدتك 500 عام بلا ما نمل ولا نشتكي ولا نقول هذا الشيء راه ثقيل، وهاد ال 500 عام راه خداش مني وقت وخداش مني جهد كبير، وكنت بعض المرات كنهار مع الليل في العباده ديالك. هنا ربي سبحانه وتعالى غادي يقول للملائكه: وزنوا هاد العباده د العبد ديالي في كفه، وخذوا نعمه من النعم ديالي عليه وحطوها في كفه. هنا الملائكه غادي ياخذوا نعمه اللي نفترض خداو نعمه البصر، وغادي يحطوها في كفه، وغادي يحطوا ديك 500 عام د العباده ديال ديك السيد في كفه. هنا غادي تكون المفاجاه، غادي تطير ديك العباده ديال 500 عام، وغادي تبقى ديك النعمه د البصر فوق ديك الكفه هذيك. هنا ربي سبحانه وتعالى غادي يقول للملائكه: خذوا عبدي الى النار. ديك العبد غادي يبقى يخوش. ربي سبحانه وتعالى غادي يقول له: ما بك يا عبدي؟ هذاك العبد غادي يقول الله سبحانه وتعالى: برحمتك يا الله برحمتك يا الله. هنا ربي سبحانه وتعالى غادي يقول للملائكه: خذوا عبدي الى الجنه برحمتي. هاد القصه هذه كتبين لنا ان راه العباده ديالنا توصل فين ما وصلاش عمرها توازن ولا تساوي نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى، اللي واخا نظنوها انها صغيره بزاف، ولكن الا حيدنا الله سبحانه وتعالى شي نعمه ديالو علينا راه ما نقدروا نديروا حتى شي حاجه في هذه الحياه هذه. وكيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. يعني ربي سبحانه وتعالى الا جاي حاسبنا على الصغيره والكبيره على داك الشيء اللي كنديروا في الدنيا، راه 100% غادي نتعذبوا، ولكن الرحمه الله سبحانه وتعالى كبيره علينا. وحنا دائما عمرنا نقولوا راه حنا وصلنا لواحد المرتبه كبيره في العباده ولا راه حنا صالحين 100%. راه حنا كاملين كنخطئوا، وكاملين بلا الرحمه الله ما كنسواو حتى شي حاجه. داكشي علاش نحاولوا ما امكن عمرنا نتغروا بالعباده ديالنا ولا بداكشي اللي كنديرو، راه ما كيسوى حتى شي حاجه قدام النعمه الله سبحانه وتعالى وقدام الرحمه ديالو. اذا وصلنا لنهايه هذا الفيديو، نتمنى يعجبكم ونتمنى تستافدوا معايا في هذا الفيديو هذا. كما كنقول ديما، ما تنساونيش بلايك وكومونتير وبارطاجي مع نظامي الا كان هادشي اللي كندير كيعجبك. وما تنساش دوز عندي الانستغرام وفيسبوك، كندير شي حاجه مزيونه. كان معكم خوكم عبد الاله عزوزي. السلام عليكم.